السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد. بالنسبة لهذا الفيديو هذا هو التتمة ديال السلسلة ديال حل المعادلات والمتراجحات وحل المسائل. في هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا للفقرة ديال حل المتراجحات. بالنسبة اللي باقي ما شاهدش السلسلة غادي تلقاو اللين ديالها في هذه الجهة هذه. فيها الشرح بالديتاي ديال درس ديال حل المعادلات حتى تفهموه مزيان، حيت مرتبط بحل المتراجحات. فهموا حل المعادلات مزيان عاد ندوزو للفقره ديال حل المتراجحات. اذا باش نشرح لكم مزيان شنو هما المتراجحات، اولا غادي نكتب لكم القاعده ومن بعد غادي نشرحها لكم بالدارجه باش تبقاو عاقلين عليها. المهم المتراجحات في الدرس، المتراجحه هي كل متفاوته يمكن كتابتها على شكل ax زائد b أكبر أو يساوي الصفر، أو ax زائد b أصغر أو يساوي الصفر، أو ax زائد b أصغر قطعا من الصفر، ax زائد b أكبر قطعا من الصفر. أول حاجة غادي نشرحو شنو كتعني متفاوتة. أول حاجة اللي غادي نعرفوها هي المتفاوتة. إذا إلا كنتو لاحظتوا في الفقرة في الفيديوهات اللي فاتوا ديال المعادلات، كان ديما المعادلة عندها واحد الحل أو لا حلين. معناته هذاك الحل كيكون بريسي، يعني مضبوط، كيجي لك في النهاية كتخرج لك إكس كتساوي واحد العدد. مهم مثلا جذر 3 4 على 5، مهم كيخرج لك واحد الرقم مضبوط. في المتراجحات لا، ما غاديش يخرج لنا عدد مضبوط، يعني ما عندناش حل واحد. عندنا في المتراجحة الحل كيكون مجموعة من الأرقام، مجموعة من الحلول. بحال مثلا تكوني مثلا انت في السوق اولا المهم شي واحد يكون كيتقدى، ومثلا بانت لكم واحد الكسوه، نتوما غاديين كتقداو بانت لكم مثلا واحد الكسوه ولا واحد السيرفيطه ولا واحد اللبسه اللي عجباتكم. شنو غادي تقولي لصاحبتك؟ غتقولي ليها شوفي هذيك الكسوه راها زوينه ولكن ما عرفتش شحال يكونوا دايرين ليها. هي شنو غادي تقول لك؟ غتقول لك راها زوينه، غير هو راه محال واش تكون فايته مثلا واحد 200 درهم. يعني محال واش تكون فايته 200 درهم. اكس راها اصغر او تساوي 200. اشنو المقصود بهذا الكتابه هذه؟ معناته انه الكسوه راها ما بين 0 درهم حتى 200 درهم. هادشي على حساب الاقوال ديالها، هذا راه غير مثال باش كنشرح لكم. يعني عندها واحد كيتسمى لانترفال، كيكونوا فيه مجموعه من الارقام. يعني الحل ما يمكنش يكون حل واحد، غادي يكونوا مجموعه من الارقام. كذلك المتراجحات الفرق بينها وبين المعادلات انه المعادله كتعطيك اجابه واضحه وصريحه، ويعني بين جواب واحد او لا جوج او ما كيكونش عندها حل، على عكس المتراجحه اللي كتقبل مجموعه من الحلول. ما كتقبلش حل واحد، كتقبل واحد ما لا نهايه من الحلول او لا في مجال محدد. وبالنسبه للمتراجحات راه القواعد اللي كنطبقوهم في حل المعادلات اللي شفتهم معكم في المعادلات، سواء حل المعادلات بالنشر والتعميل او لا حل المعادلات التي تحتوي على كسور او لا جميع انواع الحلول اللي خدمناهم في المعادلات نفسهم كيطبقوا على المتراجحات. غير هو في المتراجحات كاينين بعض القواعد البسيطه اللي خصنا نحترموها اثناء التخراج ديال التمرين ديالنا. اذا اول حاجه نعطيو واحد المثال بسيط باش تفهموا شنو كنقصد لكم بالمتراجحه. من بعد غادي نشرح لكم شنو هما هاد القواعد اللي كاينين في المتراجحات واللي خصنا نحترموهم. مثلا 3 اكس
أصغر من 5. كيكون السؤال هو حل المتراجحة. لاحظوا نفس السؤال في المعادلات كان كيتقول لنا حل المعادلة. هنا عندنا حل المتراجحة. اذا كيف ما قلنا في المعادلات ديما كنكتبوا لدينا وكنحطوا المعادله ديالنا. هي 3x اصغر من 5. ثاني حاجه كنديروها هي اننا كنكتبوا يعني هانتوما راه الفرق هو انه في المعادلات هنا كتكون تساوي، ما كتكونش اصغر ولا اكبر او لا اكبر او يساوي ولا اصغر او يساوي. في المعادلات عندنا تساوي ياك. في المتراجحات عندنا اصغر، عندنا اكبر، عندنا اصغر او يساوي، وعندنا اكبر او يساوي. اذا نديرو يعني وكيف ما قلنا لي زيكس كنخليوهم في الطرف الاول والاعداد الصحيحه الاخرى كندوزوهم للطرف الثاني. اذا عندنا 3x اصغر من 5، x غادي تبقى في هذا الطرف و3 غندوزوها للطرف الاخر. هو كيجمع هنا ما بيناتهم ضرب، حنا غادي نرجعوه قسمه. لاحظوا باننا راه ما غاديش نتسوقوا هذه اصغر ولا اكبر ولا عادي. عندنا ضرب غادي يولي عندنا ضرب غادي يولي قسمه. ها هو 5 مقسومه على 3. المهم غير للتوضيح اللي ما فهمهاش انا نديطاييها ليكم هنا. 3x اصغر من 5 هنا قسمنا على 3 وهنا قسمنا على 3. كيف ما في المعادلات كنا كنقدروا ندخلوا الضرب اولا القسمه على الطرف الاول وكيتفرض علينا ندخلوها حتى على الطرف الثاني. نفس الحاجه بالنسبه للمتراجحات حتى هما، بما اننا قسمنا هنا على 3 فرا الطرف الثاني حتى هو خصنا نقسمو على 3. 3 غادي تختزل هنا مع 3 وتبقى لينا x اصغر من 5 على 3. هانتوما غادي تلاحظوا باننا راه وصلنا لهذيك المرحله الاخيره ديال انه راه x كاين في طرف وجميع الاعداد الاخرين كاينين في الطرف الاخر التي لا تحتوي على x. اذا غادي نكتبوا اذا المتراجحه، لاحظوا في المعادلات كنا كنكتبوا اذا حل المعادلات هو. هنا لا، في المتراجحات كاين حاجه اخرى كنكتبوا اذا المتراجحه تقبل جميع الحلول. ولكن شنو هو الشرط؟ الشرط انه الحلول يكونوا اصغر من 5 على 3. تقبل جميع الحلول الاصغر من 5 على 3. في بعض الاحيان كيتطلب منكم انكم ترسموها على المبيان الخطي. هادشي اللي غادي نديرو حنايا. المبيان الخطي هو واحد المبيان تقدروا تعتبروه بحال واحد السلم. انا راني خططت غير باش نشرح لكم. المهم هو واحد المبيان بحال واحد السلم. تخيلوا معايا هذا المبيان هذا كون كان عمودي مثلا. تخيلوا معايا هذه هي الدرجه 0 بحال واحد العماره. انت هنا في الصفر يعني في السفلي. ملي غادي تطلع في الدروج فين غادي توصل لبروميي ايطاج، غتعاود تطلع عاوتاني توصل لدوزيام ايطاج، غتعاود تطلع عاوتاني تروازيام ايطاج وغادا الما لا نهايه زائد ما لا نهايه. الا جينا نشوفوا الطابق تحت الارضي، الا جيتي هنا راه هي ناقص 1 يعني راه بايطاج واحد تحت من الارض. هنا ناقص 2 بجوج ديال لي زيطاج تحت من الارض. ناقص 3 ناقص 4 غادا الى ناقص ما لا نهايه. هذا المقصود باللا نهايه معناته ملي كتبقى غادي 1 2 3 4 10 20 60 كتولي في المئات 100 200 600 كتولي في الالاف كتولي في الملايين كتولي يعني كتبقى غادي. واش الاعداد عندها حدود؟ بطبيعه الحال لا، ما عندهاش حدود. هادشي علاش حنا في بلاصه ما نبقاو نعاودوا جميع هذوك الاعداد كنديروا زائد ما لا نهايه اللي كترمز على لا نهائيه الاعداد. وهنا في الطرف الاخر حتى هو ناقص ما لا نهايه.
دابا تخيلوا معايا هاد العماره هذه الى قلبناها لهاد الجهه هذه، يعني الى قلبناها من عموديا لافقيا، غادي يبان لكم بلي الصفر كيجي في المنتصف على اليمين الاعداد الموجبه، يعني 1 2 3، وعلى اليسار الاعداد السالبه -1 -2 -3 حتى ناقص ما لا نهايه. وهنا كيكونوا الاسهم اللي كيدلوا على استمراريه الخط ولا نهائيته. مهم هذه غير بالنسبه اللي كان باقي ما فاهمهاش من السابعه، هي المفروض راه كتقراوها في السابعه. اذا كنا قلنا بلي اذا المتراجحه تقبل جميع الحلول الأصغر من 5/3. غتجيو للوساخ، وهاد 5/3 غديروها في كالكولاتريس، يعني هذاك العدد اللي خرج لكم الا خرج لكم مثلا 2 ولا 3 صافي راها واضحه، اما الا خرجت لكم هكا كسر اولا جذر، غير التوضيح باش تعرفوا فين غادي تحطوها كتديروها في كالكولاتريس. تروح هكا مثلا 5/3، ملي كديروا تساوي كتكليكيو على هاد السامبول هذا، ها هو هادي، باش كتعطيك تقريبا شحال غادا تساوي. هاي 1.66 غتساوي لينا تقريبا 1.66. هادي راه كتكتبوها غير للمعلومه، انا غادي نقول لكم فين غادا تفيدكم، ما تكتبوش في الورقه ديال الاجابه ديال الامتحان، فهمتوني؟ المهم اول حاجه كنديروها هي اننا كنرسموا الخط وكنحدوا المنتصف ديالو، يعني الصفر، الانعدام. كنجيو كنختاروا واحد السلم، كنديروا بعدا الاسهم ديال زائد ما لا نهايه والسهم ديال ناقص ما لا نهايه، وكنختاروا واحد السلم، مثلا واش كل مربع فيه واحد اولا كل 2 مربعات اولا كل 3 المربعات، على حساب. انا مثلا في هذه الحاله هذه غادي نختار كل 2 مربعات كيساويو ليا درجه. وكذلك هو مثال في الضفه اللي على اليسار اللي هي الاعداد السالبه. اذا ثاني حاجه هي انني غادي نشوف هاد العدد هذا اولا هاد الحل اللي خرج ليا 5/3 فين جا في المبيان. دابا 5/3 ملي غادي تشوفوهم غادي تعرفوا فين جات. هادشي علاش كنخدموا بالكالكولاتريس وكنحسبوها، كتعطينا 1.66. معناتو غادي نجيو هنا اولا هي راها عدد موجب، معناتو من الصفر لهاد الجهه. شوفوا كيفاش كل مره غادي نبقى نصغر، غنبقى ليميتي في هاد العدد هذا تنعرف فين كاين بالضبط. اول حاجه هي في الاعداد الموجبه، معناتو شنو؟ من صفر حتى زائد ما لا نهايه. ثاني حاجه كاينه في واحد، ها هي 1، معناتو من 1 لزائد ما لا نهايه. 1.66 معناتو قريبه للمنتصف، ولكن راه ماشي هي المنتصف. هيا 1، هذه راه هي 1، وهذه 0.66 اللي هي 5/3. اذا هذه هي 5/3. واش وصلنا للحل؟ لا باقي، انا غير شرحت لكم كيفاش تلقاو هاد النقطه هذه. شوفوا لاحظوا شنو درنا حنايا اصلا في الاستنتاج. اذا المتراجحه تقبل جميع الحلول، معناته راه ماشي حل واحد، راه مجموعه من الحلول. مالهم كيفاش دايرين؟ الاصغر من 5/3. الاصغر من 5/3 فين جات الاصغر؟ 2 اكبر من هذا العدد، 1 اصغر منه، حيت حنا ها نتوما فين خلينا الواحد. معناته شنو؟ دابا عاد غادي نليميتيو. قال لك ها هما اللي هنايا اكبر، في هذا الاتجاه اكبر وفي هذا الاتجاه اصغر. شنو المطلوب؟ الاصغر. اشنو غادي نجيو غناخذوا لون مختلف، خذوا ملون، خذوا ستيلو ملون، المهم ما تختاروش الحمر حيت كيصحح به الاستاذ. وكنجي من هاد الخط هذا اللي كنا درنا، كنبدا كندير شراطي هكا. اشنو كنقصد انا؟
بهاد الخطوط هادو اولا هاد الشرط هادو. اشنو كنقصد بهم؟ كنقصد بهم باللي هاد المجال هذا كامل، كاع هاد الاعداد اللي كاينين في هاد المجال هذا راهم حل للمتراجحه اللي تعطاتنا في التمرين. بلاصه ما انت غادي تبقى كل عدد تحدو، شحال قدك تبقى تحددها؟ تحدد 1، 0.99، 0.98، وكاين ما لا نهايه من الاعداد غير ما بين 0 و1، عاد ما بقى في الاعداد الاخرين. هادشي علاش كنديروا مجموعه من الخطوط اللي كتشير المجال، ما كتشيرش لينا لنقطه واحده، كتشير لينا المجال كامل. واش كملنا؟ لا، باقي. لاحظوا في التمرين اش كنا وصلنا، لقينا باللي اكس عفوا، لقينا باللي اكس اصغر من 5/3. لاحظوا، اصغر قطعا. قلنا المتراجحة هي كل متفاوتة يمكن كتابتها على شكل من الاشكال التالية. دابا غادي تلاحظوا بلي هادو اللي فيهم اصغر او يساوي او اكبر او يساوي، يعني ركزوا مزيان على هذا التساوي هذا، كيعني انه هذاك العدد اللي غادي يخرج لنا حل راه حتى هو من ضمن الحلول، يعني من ضمن الحلول. ولكن في حالة انه ما كانش عندنا التساوي، يعني كان قطعا، معناته هذاك العدد اللي غادي يخرج لنا راه ليس من ضمن الحلول اللي لقينا. دابا في هذه الحالة هذه اشنو لقينا؟ واش لقينا اصغر او الاكبر او يساوي، ولا لقينا اكبر قطعا ولا اصغر قطعا؟ في هذه الحاله هذه لقينا اصغر قطعا، معناته هذا العدد هذا راه ماشي من ضمن الحلول. الا كان من ضمن الحلول غادي ندير جوج شراطي بهذا الشكل هذا، معناته راه داخل في المجال. ولكن بما انه في هذه الحاله هذه راه قطعا معناته ما داخلش، غادي نعطيه هذا الشكل هذا، معناته بانه هذا العدد اللي هو 5/3 راه ما داخلش من ضمن الحدود، كيكون عاطي بالظهر للمجال ديال الحدود. كون كان حتى هو من الحلول كان غادي يعطيهم الوجه. انا عطيتكم غير مثال مبسط جدا باش تفهموا شنو كنقصد لكم على التقارب ما بين القواعد اللي كاينين في المعادلات والمتراجحات. اللي زايد عليه اولا هو هذا المجال هذا الرسم التخطيطي ديال المجال. في المعادلات كنا كنديروها غير نقطه، ولكن في المتراجحات لا، كنحدوا واحد المجال. وكاينه مجموعه من يعني الطرق، وانا حاولت نبسط لكم ما امكن. دابا بما انه انا شرحت لكم شنو كنقصدوا بالمتراجحات والقواعد اللي كتطبقوا عليهم، غنجيو دابا للنقط اللي ما كتشابهش المعادله مع المتراجحه. دابا بالنسبه للمعادلات كنقدروا نضربوا ونقسموا على اي عدد، شريطه انه اللي ندخلوه على الطرف الاول ندخلوه على الطرف الثاني. مثلا ا بي تساوي ا اكس تساوي بي. الا كنا هنا غادي نقسموا على 5، حتى في الطرف الثاني خصنا نقسموا على 5. هذه درناها ناقص 3، حتى الطرف الثاني خصنا نديروه ناقص 3، وكذلك هو مثال. ولكن في المتراجحات كاينين دي ليميت، في المتراجحات كاينين واحد الحدود اللي ما خاص حتى شي واحد يوصل لهم، وكاينين فيهم شروط. الا مشيتي توصلتي لهذوك الحدود كيطبقوا عليك واحد القوانين اللي هما الا مثلا كانت عندك ا اكس مثلا اصغر قطعا من بي، او لا اصغر او يساوي، او لا اكبر قطعا او لا اكبر او يساوي، ما كتهمناش حنا هذه الاشاره هذه. ولكن ملي كنوصلوا لهاد النقطه هذه كيولي هاد الاشاره هذه عليها تاثير. ملي كتوصل انت لهذوك الحدود، اشنو هما هاد الحدود؟ هو انه تضرب واحد العدد اللي هو سالب. الا مشيتي حتى ضربتي في واحد العدد اللي هو سالب، بطبيعه الحال غادي تضرب في الطرف الاول والثاني. هنا الاشاره ما كتبقاش معك، هاد السامبول ديال اصغر او لا اكبر او لا اكبر او يساوي او لا اصغر او يساوي ما كيبقاش معك. اون فوا انت كتدخل عليه اشاره ناقص، يعني كتضرب الطرفين في ناقص حتى هو كيقلب عليك وجهه، كيغير الاشاره. هذا قانون، قاعده. مثلا -1
هيا تولي ناقص AX أكبر من ناقص B، أكبر قطعا من ناقص B، من بعد ما كانت AX أصغر من B. إن فوا كندخلو ناقص بالضرب، معناتو ضرب شي عدد سالب، راه كنبدلو هاد السامبول ديال أكبر أولا أصغر أولا أكبر من أو يساوي أولا أصغر من أو يساوي. نفس الحاجة في القسمة، إلا مشيتي حتى قسمتي على شي عدد سالب حتى هو كتقلب السامبول، كان أكبر كترجعو أصغر، كان أصغر كترجعو أكبر، كان أصغر أو يساوي كترجعو أكبر أو يساوي، والعكس. المهم كيف ما كان كتقلبو نتايا، ما كتخليش في الحالة الأصلية ديالو. القاعدة كتقول لك إذا كان سي أ أصغر من بي، دونك إذا ناقص أ أكبر من ناقص بي. لاحظوا الفرق، أننا بما أنه دخلنا ناقص على الطرف الأول وعلى الطرف الثاني، يعني دخلنا الإشارة السالبة. شوفوا السامبول كيفاش كان في الأول وكيفاش قلب وجهه. نفس الحالة فيما تبان لكم ضرب أو قسمة بشي عدد سالب، طبقوا هذه القاعدة هذه.